السؤال ده مجنن ستات كتير، بتقعد تتكلم معاه وهو مطنشها، لا اما ماسك التليفون لما يقول لها انا سامعك انا سامعك، بس هي عارفه ان هو مش مركز معاها. النهارده هقولك على خطوات هتخلي جوزك يسمعك ويهتم بيكي زي زمان من غير ما تتخانقي معاه ولا تعملي مشاكل. بس اهم حاجه خليكي معايا الفيديو للاخر علشان تسمعي كل كلمه انا هقولها، لان كل كلمه هتفرق معاكي. طبعا الراجل ما كانش كده في الاول كان بيركز في كل كلمه معاكي، بعد كده تركيزه بدا يقل واهتمامه وقت ما انت بتتكلمي معاه بدا يقل، وساعتها بقى بتقعدي تسالي نفسك هل هو اللي اتغير ولا انا اللي اتغيرت؟ عايزه اقولك بقى غلطات الستات اللي بتقع فيها عشان انت كمان ما تقعيش فيها. اول حاجه هو الزن. بلاش تزني، لان الراجل بيهرب من الست الزنانه، احنا هنخليه يرجع زي زمان من غير ما نزن. بس اول حاجه عايزين نعرف ليه الراجل بيوصل للمرحله دي اللي هو ما بقاش مركز، اتكلم ما بيردش. عايزين نعرف السبب. واحد، الروتين، وانا قلتلك الحلقه اللي فاتت ازاي تكسري الروتين واديتلك كام مثال، هسيبلك تحت اللينك. رقم 2، ضغط الشغل. هو بيرجع بمشاكل الشغل معاه في البيت، فطبيعي هو مش مركز غير في حاجه واحده هي الشغل. تالت حاجه بقى ودي بتاعتك انتي، طريقتك في الكلام. لما بتيجي تتكلمي معاه بتهاجميه زي التحقيق كده، ها سين قولي معرفش كنت فين والكلام ده، الطريقه دي طبعا هيخليه يهرب من الكلام معاكي. بس في ستات تانية ناصحة، زي ما احنا بنقول ستات ناصحة كده، بتاخد كل الكلام اللي هي عايزاه وبعد كده هو بيبقى قاعد مبسوط وفرحان واحنا قاعدين كده قاعده حلوه، بس بتاخد منه الكلام اللي هي عايزاه وبتقول الكلام اللي هي عايزاه. حتى لو مسك التليفون ممكن تشده منه بصنعه لطافه وهزار وتسمع منها، هتسمع مني الكلام. الستات دي انا بقول عليها الستات الفرفوشه اللي عصر على نفسها ليمونه، يعني ممكن يكون عمل حركه تضايقها في نفس اللحظه بس هي بتهزر، طب انا ههزر بقى واغتت بقى واغلس بس انت هتسمعني النهارده. غير القفوشه اللي اول ما يمسك التليفون انت مش عايز تسمع كلامي يعني انا بكلمك ما اديتنيش اي اهتمام، طب سلام عليكم، وتمشي تروح المطبخ تروح تعمل اي حاجه. لا يا ماما، لا، عصري على نفسك ليمونه واضحكي كده وعادي وهزري وخدي منه الموبايل واتكلمي معاه بس. لو كتر ومسك التليفون، طب هشوف بقى اللي على النار، هشوف بقى معرفش ايه وتسيبيه. طب ايه، انا بكلمك انا بسمعك انا مش عارفه ايه. لا شكلك مشغول دلوقتي، بس انت مش زعلانه، لا انت بس شفتي حاجه تانية زي ما انت شفت حاجه تانية. الحركه دي بعد ما اديتيله طبعا كام فرصه، بس لو هو اتمادى اللي هو مشغول بحاجه تانية، لا انت سوري انا ورايا برضو حاجات تانية، انت بقى اللي تدور عليا. انا كنت قاعده بتكلم معاك وانت طنشتني، انا بقى ورايا حاجات مهمه. فهمتي بقى لما قلتلك المره اللي فاتت خليكي ساعه وساعه؟ ادي ده مثل منهم. رقم 4 بقى، لما بتبقي مش واثقه من نفسك. لما تبقي مش واثقه من نفسك، هو ليه هيقعد مع واحده مش واثقه من نفسها؟ ليه هيبص لواحده هي شايفه نفسها وحشه؟ لازم توصلي له ان انت قد ايه بتحبي نفسك وجمالك، ولازم تهتمي كده وهو قاعد تحطي روج، تقومي تحطي روج، تقعدي رشي 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 وحركات زي كده، حاسين ان انت مبسوطه بجمالك وانت حلوه. عرفين ان انت حلوه عادي، ما تقعديش تقولي بقى زي ما قلت لك المره اللي فاتت شعري قصف، شعري عمل، رجلي ما بقت مقشفه. ما تحاوليش بقى تبيني له الحاجات اللي انت بتحاولي تعالجيها. طول ما انت محسساه ان انت مميزه عمره ما هيبص لغيرك ولا هيمل منك ولا من كلامك. نيجي بقى لفقره الحلول، احنا عايزين الحل. 1، غيري طريقتك وانت بتتكلمي معاه، يعني بلاش تلوميه وتهجمي عليه كده، انت ما بتسمعنيش، انت ما بقتش تحبني، انت ما الجو ده لا. قولوا لهم تعالى نقعد مع بعض 5 دقايق من غير ما نمسك الموبايلات ونركز مع بعض. طبعا العيال تبقى نايمه علشان تعرفي تتكلمي، علشان كل كلمتين هينطوا في بقك. ده يوصلنا للنقطه اللي بعدها، التوقيت. لا لازم تاخدي بالك قوي من توقيت، عشان في ستات اول ما الراجل يخش كده تديله مصيبه في وشه كده، تقول بص حصل 1 2 3. لا، استني لما يقعد وبعد كده بقولي. ما تعمليش كده، لان لما تبقي عايزه مثلا منه حاجه لازم يكون الوقت مناسب جدا، وتقوليها بطريقه السندوتش اللي احنا قلناها قبل كده. فلازم نختار الوقت اللي احنا نتكلم فيه في المواضيع المهمه. تالت حاجه، خلي بالك من شكلك ولغه جسمك وانت بتتكلمي معاه، يعني من قبل ما تنطقي لازم لما عينه تقع عليكي يقع على حاجه حلوه كده، عارفه لو اتكلمتي في اثار الكرنب النهارده هيتكلم معاكي، طالما انت شيك وقاعده حلوه وواثقه من نفسك. وصوتك طبعا يكون هادي وواخده بالك كده من طريقه كلامك وانت بتتكلمي. اول ما عينه هتقع عليكي وانت بالجمال والثقه بالنفس دي،
هيتكلم معاكي في اي حاجه. رابع حاجه لازم تنوعي ويكون في حبه ضحك وهزار كده، يعني ما يبقاش كلامكم كله على مشاكل العيال والواد ما راحش الدرس والواد عايز فلوس والكلام ده، لا لازم يكون فيه هزار وضحك. حتى يعني ان شاء الله بوست على الفيسبوك ولا حاجه تكلمي معاه، شفت حصل واحد اتنين تلاته وها ها وهي هي. خامس حاجه بقى شاركيه اهتماماته، ادخلي العالم بتاعه. هو بيحب الكوره، ايه ماتش امتى؟ طب ما نتفرج مع بعض، والله هعملك فشار وقعده حلوه مش عارفه ايه والكلام من ده. سادس حاجه لما تيجي تتكلمي معاه اختصري وخشي في الموضوع على طول، يعني هو مش صاحبتك اللي هتقعدي تتكلمي معاها في التفاصيل وهي مش هتمل، لا هما هيملوا. سابع حاجه ودي اخر حاجه، لازم تكوني واثقه في نفسك وانت بتتكلمي معاه، واثقه في شكلك واثقه في لبسك واثقه في كل حاجه فيكي، حتى نظراتك توصله اللي انت واثقه في نفسك. بالطريقه دي هيحب يتكلم معاك وعمره ما هيمل منك. اخر حاجه عايزه اتكلم معاكي فيها، طريقه الزن والخناقه عمرها ما بتحل، لازم تشوفي الاخطاء اللي انت بتقعي فيها وتعدليها، حتى لو انت بتجري وراه دايما ده غلط، لازم برضو تاخدي بالك اللي انت متجريش وراه على طول، ما تفضليش مدلوقه عليه عشان هو يقعد يتكلم معاكي، لا انت بالحيله خليه هو اللي يتكلم معاكي. يعني قبل ما تتقمصي لا خليكي ست ذكيه وعصري على نفسك ليمونه واعملي حاجات اللي بقولك عليها خطوه بخطوه وان شاء الله هتلاقي نتيجه. ودي كانت الحلقه التانية من ازاي تخلي جوزك يرجع يحبك تاني من غير ولا زن ولا خناق. اهم حاجه ما تنسيش تعملي اشتراك او متابعه علشان تشوفي الفيديوهات اللي جايه باقي السلسله، وما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه كده في الكومنتات واللايك علشان اختك تتشجع كده تعملك فيديوهات تانية، وكمان قولي لي ايه اكتر فكره عجبتك النهارده. بس كده، سلام.